من سنة 1955 اتحاد الطلبة المسلمين. هذا الاتحاد هو الذي سيكون نواة لهذا اليوم الذي نتحدث عنه اليوم الوطني للطالب أو إضراب الطلبة والالتحاق بالثورة. في سنة 54 و55 كانت فرنسا تمعن تقتيلا في الجزائريين، لكن في ذات الوقت كان هناك بعض من الطلبة الجزائريين يواصلون دراستهم في مختلف التخصصات، فلاحظوا أنهم يروحون ويغدون جئة وذهابا إلى الجامعة وإلى المعاهد المتخصصة المختلفة. في ذات الوقت نسمع يوميا عن قنبلة المدن، نسمع يوميا عن سقوط مزيد من شهداء في الثورة التحريرية. فدار في خيلهم سؤال كبير: ما قيمة الشهادات وما دور هذه الشهادات في جثثنا نحن؟ معناها اللي يموت راح يكتبوا عليه او يحطوا عليه الشهاده نتاعو الطبيب او مهندس في كذا او مهندس في كذا. السؤال كان جديرا فعلا ان يطرح: ماذا ستصنع الشهادات بجثثنا؟ تحنطها، ماذا تفعل هذه الشهاده التي سناخذها؟ لما نموت سنصبح كلنا ان شاء الله شهداء مثل اي انسان لم يدرس، وبالتالي ما الذي يجب أن نفعله الآن؟ ففكروا في ضرورة أنهم يضربون ويغادرون مقاعد الجامعة. ويجب أن نقول بأنه مايو كان المفروض معناها الأيام الأخيرة وبداية الحديث عن الامتحانات. ولما نقول بداية الحديث عن الامتحانات، الإنسان اللي يقرأ سنة 4 طب أو سنة 5 طب معناها بات قاب قوسين أو أدنى من أن يحظى بالشهادة ويخرج إلى الحياة العملية، لكن مع ذلك آثروا أن يطلقوا الجامعة بالثلاث وأن يلتحقوا بالثورة التحريرية. فقرروا الإضراب في هذا التوقيت الحرج جدا، وهو 20 مايو أو يوم 19 مايو بالضبط، يعني يوم 19 مايو قرروا أن يضربوا أو يشلوا الحياة المدرسية وأيام الامتحانات ويلتحقوا بالثورة التحريرية. السؤال الذي يجب أن نطرحه في الإشكال ونبدأ به: كيف كانت الثورة قبل أن يلتحق الطلبة وكيف ثارت بعد التحاق الطلبة؟ لا شك أن الثورة التحريرية انطلقت يا إخوة كما تعلمون ببيان أول نوفمبر. معناها قبل أن ننطلق وقبل أن نفجر الثورة بسويعات وبأيام كان لابد من كتابة بيان للشعب الجزائري، لأن الشعب الجزائري سيدخ في أمره. من القائم على الثورة؟ شكون هذه لنا؟ هل هو مصالح الحاج أم جماعة اللجنة المركزية أم فرحات عباس أم خلفاء الشيخ عبد الحميد بن باديس؟ من هو القائم على الثورة؟ فكان لابد من أن نوضح للشعب من القائم على الثورة. لأجل ذلك في بيان أول نوفمبر أول عبارة: أنتم الذين ستصدرون أيها الشعب، أنتم الذين ستصدرون حكمكم عنا. بعد ذلك تأتي التوضيحات ويأتي كل ما هو مطلوب أن نوصله إلى هذا الشعب باللغتين العربية والفرنسية، ليكون الشعب أمام خيارين: إما أن يلتحق بهذا البيان وإما أن يبقى في حياة الخنوع وحياة الذل التي ربما عاشها الآن لما يزيد عن قرن. لأجل هذا إذن لابد للحديث عن من يكتب ومن يوثق للثورة ومن يتولى أمر المراسلات، لأن كما هو معلوم الآن الثورة في تنظيمها البسيط أولا قسمت التراب الوطني إلى 5 مناطق: المنطقة الأولى العراس وعلى رأسها مصطفى بن بورعيد، الثانية شمال قسنطين وعلى رأسها جدوش مراد، الثالثة منطقة القبائل مدينة كريم بالقاسم، الرابعة في العاصمة وعلى رأسها ربح بيطات السوداني نائبا له، والخامسة العربي بن مهيدي. وكلف طبعا بالتنسيق بين هذه المناطق محمد بوديق. لكن كيف ننسق أو السؤال كيف ننسق بين هذه المناطق المختلفة؟ إذا لابد من مراسلات. أريد أن أصل إلى عبارة من يكتب هذه المراسلات وباللغتين، باللغة العربية وباللغة أيضا الفرنسية. من يكتب هذه المراسلات؟ فكانت الثورة في أمس الحاجة إلى هؤلاء الكتاب. عمي محمد بقادير رحمة الله عليه طالب قدور عنده شوية تاع قلبي، لكن مع ذلك احتاجت له الثورة ونقلته من وجدة إلى منطقة الإمساء وكلف بالمجال السياسي، وكان يكتب رحمة الله عليه تقارير الثورة ومراسلات الثورة المختلفة سواء إلى داخل الوطن أو أيضا إلى خارج الوطن. مكتب القاهرة والمكاتب المختلفة في تونس وكذلك في المغرب كانت تحتاج إلى أخبار الثورة، وكانت تحتاج إلى من ينقل هذه الأخبار. طبعا من ينقلها هم مجاهدون، لكن الآن ما هو مضمونها؟ وأقول أنا مثلا في عين صالح
لما جاء وقف إطلاق النار راسل قائد الثورة في عيسى هو عبد عباس، راسل قائد الثورة في الفقراء اللي هو بودوايا بوغزال طالبا منه أن يتوقف عن كل مظاهر الثورة وأعمالها، حتى النشيد حتى التدريب الكشافة يجب أن يتوقف سيسلف، معناها كل رمزية العمل المسلح والعمل الثوري يجب أن تتوقف. فكانت الرسالة في يوم، وفي اليوم الموالي جاءت رسالتان موجودة لمن أراد أن يطلع، رسالة ابن عزيز عباس رحمة الله عليه إلى بودوايا بوغزال، والرد من بودوايا بوغزال يقول له بأن التدريبات التي نقوم بها في الحويطة والداخل وليست على الملأ وعلى على مرأى ومسمعي الفرنسية، رانا نحضر لحمل الاستقلال، ولكن إذا هناك مراسلات يبقى من يكتب هذه الأمور في عديد الآن في عديد وثائق الثورة. نجد بأن مثلا فلان الفلاني كان كاتبا لقائد الثورة، الآن الشيخ المعراج رحمة الله عليه طالب المعراج كان هو كاتب عن بودوايا بوغزال، هو الذي كان يكتب له. إذن الحاصل الثورة تحتاج إلى من يكتب، الثورة تحتاج إلى من يكتب مراسلاتها، فكان لابد إذن كانت في أمس الحاجة كما كنا في أمس الحاجة إلى السلاح، وكنا نقوم بتهريبه من مصر عبر ليبيا وتونس إلى الجزائر وأيضا عبر المغرب الأقصى، كان لابد أيضا من سلاح القلم ليكون حاضرا فيوثق. لأجل هذا يعتبر عتبة فارقة وحدثا هاما إضراب الطلبة والالتحاق بالثورة. فطبعا نحن الأستاذ العربي بن عبد السلام وحفاوي ونواصل ولا نتحدث يا كان عربي كلام كان لابد إذن أن يكون هذا اليوم عتبة فارقة ومرحلة مفصلية في حياة الثورة الجزائرية. الآن إذا أردنا أن نقسم الأيام المعلمية للثورة الجزائرية فلا بد أن نقف عند 19 ماي سنة 1956 في هذا